خد تعالى اقول لك عزيزي المشاهد اللي حصل في الحلقه اللي فاتت، وهو ان شفنا بطلنا طلع له حاجات حرفيا ملهاش اي 60 لازمه، وكان قاعد بيفكر انه ازاي يقدر يخش الجبل الضبابي ده، وكان متوصل لاخر حاجه ان هو يقدر ان هو يطلع من الصناديق العشوائيه بدله كيميائيه تحميه من الضباب اللي هناك. والمفروض ان شاء الله الحلقه دي بطلنا ان هو هيتجه للجبل ده وهيبدا كمان يختبر قدراته. ولو ما اتفرجتش على الحلقه الاولى والثانيه روح اتفرج عليهم، وانا عامل لك قائمه تشغيل اسهل عليك الدنيا، وتبقى تعالى اتفرج على الجزء الثالث علشان تفهم الدنيا كلها. واهم حاجه قبل ما نبدا عزيزي وعزيزاتي المشاهده ما تنساش تعمل اللايك، واهم حاجه الاشتراك علشان نوصل 100,000 مشترك في اسرع وقت ممكن ان شاء الله. وخش انضم للعيله بتاعتنا في التليجرام تحت علشان اقول لكم الحاجات اللي هتنزل جديده اول باول وانتوا تكونوا اول ناس تشوفوها. ويلا عشان ما تقولش عليك يا عزيزي وعزيزاتي المشاهده اكتر من كده، جهز مسلياتك اللذيذه وحاجه تشربها ويلا بينا نبدا الحكايه. بطلنا هو قاعد فجأة بيجي له الواد العجل مرة تانية. بطلنا بيقول له ايه رجعت ليه؟ مش انت كنت رايح تتجوز؟ اللي جابك هنا تاني؟ لكن بيقول لي بطلنا ان الحراس مرضوش يمشوه لان في حفل بيقام كل 10 سنين مرة واحدة، وان هو لازم يروح هناك يختبر القوة بتاعته، ولو فشل في ده يقدر ان هو يمشي عادي. بطلنا بيقول له ان انت كده كده فاشل، فانت كده كده روح وانت كده كده هتنزل عادي بكل سهولة. فبيقول لي بطلنا ايه ده انا ما فكرتش في ده كده قبل كده ليه؟ انت كلامك صح انا هروح دلوقتي. وبطلنا في نفس الوقت بيقول ان انا هاجي كمان معاك، انا ما فيش اي حاجة اعملها. وبنروح لمعلم القدرات واللي بيكون عند جبل وحش الشيطان، واللي مجرد ما بيلمسه بيبدا ان هو يشوف القدره الجذريه الروحيه بتاعت اي شخص. والمعلم بيقول لهم يلا كل واحد ورا التاني، واللي الطلاب يخشوا واحد ورا التاني، واحد بيفشل واحد بينجح، وهكذا بتمشي الامور لحد ما بيجي دور بطلنا والعجل. ولكن في الوقت ده اتنين بيقطعوهم، واللي بيقول له خلي ابننا يروح هو اللي يروح يختبر الاول. بطلنا بيقول له ايه واحنا شفافين قدامك ولا ايه؟ ما تخليه يا عم يقف في الصف زينا. بيقول له انت عبيط ياض ولا ايه؟ انت مش عارف مين ده من افضل العائلات اللي موجوده هنا، لان مفيش اي عائله زيها موجوده هنا. واللي بطلنا في الوقت ده بيعمل العمله الحمقاء بتاعته بتاعت كل مره، وبيخلي الناس كلها تبص له وبيقول لهم بصوا يا جدعان العائله الواقعه دي المفروض ان هي سريه وكويسه، يعني جايين دلوقتي ان هم يقطعوا الطابور بتاعنا. بيبقى كمان عايز الواد يضرب بطلنا، لكن بطلنا بيقول له انت بتجرؤ كمان ان انت تضربني قدام المعلم كده عادي؟ لكن الواد كده بكل عنطزه بيقول له بقول لك ايه اسال حتى المعلم نفسه عني، ما تلغيش كتير الله يسترك علشان دماغي مصدعه. والمعلم في الوقت ده بيقول للواد فعلا ان هو يتقدم ويخلص ويشوف القدرات بتاعته. بطلنا طبعا دمه بيشيط ان مفيش عدل وان مش عارف ايه نوع الناس دي، لكن الواد التاني رجع تاني للعنطزه وبيقول له بقول لك ايه انا هديك فرصه تانية كده عشان ما اقتلكش، اعتذر لي وانا هديك الفرصه دي ان انت تعيش. لكن فعلا بيعتذر له بطلنا، بيبدا ان هو يديله القنبله على اساس ان هي حاجه ثمينه كده ليه اعتذارا يعني عن المشكله اللي هو عملها. اقسم بالله يا جدعان بطلنا ده دماغه متكلفه، لان هم كده مش فاهمين ايه ده ولا اي حاجه، لان هما ما يعرفوش اي حاجه عن التكنولوجيا يعني. واللي الواد بياخد منه القنبله وبيقول له ايوه انا عايزك مطيع كده دايما. واللي في الوقت ده عزيزي المشاهد بطلنا كان شد الخاتم، ويعني ما كلها الا ثواني قليله وتنفجر في ايده. والواد بيكون شايف القنبله حاجه جميله جدا، ده غير ان هي قاعده بتطلع دخان، لكن الواد العجل بيبقى عارف ان في حاجه مريبه تحصل، فبطلنا بياخده وبيطلع يجري. واللي في الوقت ده بيحصل فعلا انفجار، والمعلم بيجي وبيقول له ان الامتحان هيفضل مستمر. طبعا بيبقى بطلنا مستغرب ازاي الناس بيعاملوه كده. المهم الواد العجل بيبدا ان هو يتقدم علشان يفحص قدراته، واللي عزيزي المشاهد اول ما بيحط ايده حرفيا بتطلع هاله كبيره جدا والناس كلها بتستغرب منها. هو بيبقى راجع بيقول خلاص ان انا فشلت وخلاص انا همشي بقى من هنا وارجع اتجوز تاني، احنا مش هنخلص انا عارف من سيره الجوازه دي. لكن المعلم فجاه بيوقفه بيقول ان الجسر الروحي بتاعه نظيف وعالي جدا، حتى الناس كلها بتستغرب منه وبتفضل تقول له ان هو محظوظ جدا ان هم اول مره يشوفوا جسر روحي كده. لكن العجل بيقول له انا عارف ان ما حصلش حاجه كبيره جدا، انا دلوقتي انا هروح البيت. لكن المعلم بيمسكه كده بيقول له انت عبيط تروح البيت ايه؟ ده انا رقيتك كمان دلوقتي لتلميذ المحكمه الداخليه لجبل وحش الشيطان. بيقول له انا ما اعرفش هقعدك قد ايه، لكن جبل وحش الشيطان اخيرا بيبقى فيه جزره روحيه عالي الجوده. بيقول له طب انا هقدر ان انا اروح امتى؟ بيقول له تروح تعالى معايا، وبياخده بيطير بيه. بيقول له لا انا عايز اروح سيبني انا عايز اروح لزوجتي. بطلنا في الوقت ده بيتصدم يا جدعان جامد جدا، تخيل كل العجل ده وعنده كل القوه في الجذر الروحيه بتاعه ده، وبيقول بما ان ده بقى عنده قدرات خارقه امال انا بقى هيكون عندي ايه؟ واللي بالفعل بطلنا بيتقدم في الوقت ده ان هو يفحص قوته، واللي بتطلع حاله غريبه جدا على شكله قوس قزح، والناس كلها بتكون مبهوره بيها جدا، وان هو كمان افضل وابهر كتير جدا من الراجل السمين. الناس حرفيا كلها بتكون مصدومه صدمه كبيره جدا. واللي بطلنا في الوقت ده بيتألم جامد جدا في راسه، بيبدا يتذكر كده ان هو كان مقيد
السلاسل. بطلنا بيبقى مش عارف ايه اللي بيحصل، لكن بيقول ان اكيد في حاجه غامضه بتحصل. بطلنا بيستغرب من قوته الجامده دي، وبيعرف علشان كده ان هو تم استغلاله، وان هو كده افضل جسر روحي في الثلاث ابعاد اللي فاتوا دول. لكن بطلنا في الوقت ده للاسف مش بيتاهل، بيبداوا ان هم ياخدوا اللي بعديه، وده طبعا لان الجذور الروحيه بتاعته محفوره وتم استغلالها. بطلنا بيفضل يشتم على خد الجذور الروحيه بتاعته، بيقول ان هو لازم يعرف مين اللي خدها ويتخلص منه. وعلى الناحيه الثانيه بنشوف بطلنا راح لجبل الشيطان اللي المفروض ان هو هياخد منها الفاكهه اللي هو كان عايز ياخدها، واللي هي ممكن ترجع له الطاقه المحفوره بتاعته، لكن بيكون مليئه بالضباب ما بيكونش حتى عارف يشوف. بيقول ان من الصعب فعلا ان العثور على فاكهه الجنسج في الجبل ده، واللي بيحط ايده يختبر الحراره، واللي ايده فعلا بتتحرق، واللي بيعرف ان موجود فيها حمض الكبريت، واللي بيكون في حاجز هو اللي بيمنع الدخول ليها. وبيقول انا خايف حتى لو جبت البدله، انا خايف برضو ان هي ممكن ما تعملش معاها اي حاجه، ممكن اشوف اي طريقه تانية اخش بيها. لكن في الوقت ده بيظهر له وحش شكله غريب جدا ومرعب، بيعرف ان هو جاي علشان دم بطلنا بيقول كويس ان هو ما يقدرش يخرج من الحاجز الضبابي ده، بيقول ان هو هيرجع دلوقتي ويبقى يشوف الموضوع بعدين. والصدمه هنا عزيزي المشاهد ان احنا بنشوف اتنين جوه العازل ده، والاتنين دول بيكونوا معلمين، وبيقولوا ان في الاخر ان هو كويس ان هو مش مجموعه الشيخ، واللي بيقولوا ان احنا مش هنعمل الكلام ده بنفسنا، احنا هنتصرف دلوقتي. وفي وسط الظلام الدامس عزيزي المشاهد بنشوف الواد الصغير ان هو مش قادر يتحكم في القوه بتاعته، بيبدا ان هو يشم ريحه دم غريبه جدا، فبيخرج بره البيت، واللي في الوقت ده بيشوف وحوش شكلها غريب جدا، واللي في الوقت ده بتتوجه ناحيه بطلنا في الوقت ده بيتصدم جدا الوحوش دي اللي كان لسه شايفها هناك، والوحوش في الوقت ده بتبدا ان هي تهجم عليه، لكن الواد الصغير بيبدا ان هو يوقفهم بايدين الاتنين، وبيقول له حاول ان انت تجري دلوقتي علشان ما اقدرش امسكهم اكتر من كده. بطلنا بيطلع المسدس وبيضربهم، ولكن حرفيا مش بتاثر فيهم، بيتعدي من عليهم. فبيستغرب بطلنا ايه نوع الوحش ده، فبيقول للواد الصغير دي نوع بتاخد الدم بتاعك، فحاول تجري باسرع وقت. فبيقول له ان انا لو مشيت انت هتعمل ايه، فبيقول له ان انا هحميك لان انت حميت حياتي مره. لكن الوحش بيشيل ايده وبيرميه لبعيد، ويبداوا ان هم يهجموا على بطلنا، لكن بطلنا في الوقت ده بيطلع له الدميه على اساس ان هو يمص الروح بتاعها، واللي بالفعل فعلا الوحش يروح ماسك الدميه وخدها. بطلنا حتى نفسه هو ما بيكونش مصدق اي حاجه من اللي حصلت دي. اما الوحش التاني كان ليه بالمرصاد، والوحش الاول اساسا فرتك الدميه ورجعوا له تاني هما الاثنين. والواد الصغير بيقول له ان في حد عايز يأذيك انت بالقصد، علشان كده عايز ياخد الدم بتاعك. بيبدا وحش ان هو يمسك بطلنا ويخنقه، اما الولد التاني بيهجم على الوحش، ولكن الوحش بيقدر ان هو يتملك منه وبيمسكه هو كمان يخنقه. الواد بيكون مستغرب ان الفاكهه دي غريبه جدا، وازاي هو مش قادر ان هو يتخلص من الوحوش دي. بيبقى خلاص هيخلص على بطلنا، فجاه بيحصل حاجه غريبه جدا، وهو ان القبر بتاع الظلام اللي خده من الزعيمه بيبدا ان هو يطلع مره واحده، واللي الوحشين بيكونوا خايفين منه جدا، وبيبدا القبر ان هو ياخدهم ويمتصهم كلهم وبيبقوا عباره عن عظام. والواد الصغير بيكون مذهول من اللي حصل، وانه اول مره يشوف ان يتم امتصاص اشباح كده بالكامل، وان من الصعب ان انت تقتلهم اصلا مش كمان تمتصهم كلهم. لكن حتى هو ما بيكونش عارف ايه اللي بيحصل، مش عارف يرد على الواد على اي حاجه خالص، وبيقول ان دي ثروه المفاجاه. واللي في الوقت ده بيمتص بطلنا كل ده وبيدخل جوه جسمه وبيندمج معاه. بطلنا بيحس فعلا ان المره دي مختلفه لانه اندمج معاه دلوقتي بشكل كامل، وبيبدا ان هو في الوقت ده يشعر بالقوه والهاله بتحيط بيه. بيقول ان القبر ده دخل جوه الجذور الروحيه بتاعته، لكن فجاه بيحصل دوامه كده في بطنه غريبه جدا، وما بيكونش فاهم ايه اللي بيحصل. لكن بيقول انه هي مش زي الجذور الروحيه اللي بتنتشر في كل الجسم، لان هي بيكون مخزنه في بطنه بس كلها. وبيقدر بطلنا في الوقت ده ان هو يحرك قوه الريكي بتاعته، بيبدا ان هو يجربها بتعمل انفجار كبير في المكان. وبيقول ان تم حفر الجذور الروحيه بتاعتي، ولكن القبر ده عمل من جسدي حاجه غريبه جدا واعطاني قوه انا مش فاهمها دلوقتي. لكن الواد الصغير بيتفاجئ في الوقت ده وبيقول له ايه ده، هو انت شبح ولا ايه؟ بطلنا بيقول له شبح ايه يا ابني وانا عشان عامل الكره السوداء دي؟ فالواد الصغير بيجهز نفسه علشان يهجم على بطلنا، لكن بطلنا بيهديه بيقول له يا ابني انا اخوك ولا ايه؟ انت نسيت انا مش شبح ولا حاجه، بطل عبط. فبيقول له رد عليها بصراحه، انت عضيت رجل واحد امتى امبارح؟ بيقول له ان هو ما عضش ولا عمل اي حاجه. لكن الواد بيستغرب ايه اللي بيحصل دي وايه القوه دي ومش فاهم اي حاجه. بطلنا حتى نفسه بيقول له والله يا ابني انا ما فاهم اي حاجه زيك. بطلنا بيقول له ده ممكن يكون بسبب تاثير القبر ده، لكن الاكيد ان انا مش مزارع للاشباح. لكن بيرد عليه الواد الصغير بيقول له ان هالتك اللي كانت موجوده دلوقتي هي هاله الاشباح، ولو اتعرفت لاي حد هيعمله من وراك شاورما، ما تكشفش نفسك للناس خالص في المستقبل. بطلنا بيكون مستغرب من اللي بيحصل له، بيقول ان الجذور الروحيه بتاعته تم الحفر عليه على القبر ده، وعلشان كده ان هو لازم يحصل على فكه الجنسنج دي في اسرع وقت ممكن. لكن الواد الصغير بيتفاجئ ان هو عايز كمان يجيب الفاكهه دي، لكن بطلنا بيقول له طب انت عايز الفاكهه ليه؟ طب انا عايزها عشان حاجه معينه، انت عاوزها ليه؟ لكن في الوقت ده بيسمع اصوات غريبه جدا، والمفروض ان الناس دي كانت جايه علشان تاخد جثه بطلنا. وبيفتح الباب وبيقول ان هو هيجيب الجثه بتاعت الواد ده في اسرع وقت، لكن بيتفاجئ في الوقت ده ان بطلنا عايش وبيشرب الشاي عادي. لكن التاني بيدخل عليه وبيكون مستغرب
جدا ان بطلنا ما ماتش. بيقول له هو الوحوش ما جاتش ولا ايه؟ لكن بيقول له بطلنا لا يا حبيبي ده موجودين وانا قتلتهم اصلا. لكن بيستغرب من بطلنا ازاي طفل زي ده قادر ان هو يخلص على الوحشين دول. فبيقول ان عمه اساسا بيقول ان الاشباح دي اساسا ما بتموتش، فازاي انت قتلتها؟ دلوقتي انا بقيت خايف منك، لكن الوحوش دي لو ما قتلتكش فانا هخلص عليك بنفسي. لكن بطلنا في الوقت ده بيطلع المسدس وبيديله واحده هيت شوت في نص دماغه. الواد نفسه بيتفاجئ وبيقع على الارض. بطلنا بيقول اكيد كل واحد فيهم عندهم روح الدب الاسود. لكن الواد التاني بيبدا ان هو يهجم على بطلنا بالرمح بتاعه. بطلنا بيبدا ان هو يضربه بالمسدس، والواد بيكون خلاص هيموت. بيقول له ما تقتلنيش بدل ما عمي مش هيسيبك ان انت تعيش. لكن بطلنا بيقول له ده في احلامك، وريني انت وعمك هتعملوا ايه. بيضربوا بطلنا لكن بيعرف يتفاداها، وفي الوقت ده بيعرف ان هو يهجم على بطلنا، والطفل الصغير بيحذره. لكن قبل ما بيهجم عليه بطلنا بيتحيط بيه هاله غريبه جدا، والراجل بيبدا ان هو يتألم وبتطلع برضه منه هاله. بيقول له هو انت شبح ولا ايه؟ وبيبدا ان الدم بتاعه يطلع لفوق. مش كده وبس عزيزي المشاهد، بطلنا كمان بيسحب القوه بتاعته دي وبيمتصها وبيزيد قوته اكتر واكتر. بيعرف بطلنا ان هو يقدر يزيد قوته عن طريق ان هو يقتل الاشباح المزارعين دول. لكن تفتكر عزيزي المشاهد ايه اللي ممكن بطلنا يعمله بقدراته دي كلها؟ وممكن قدراته توصل لايه اكتر من كده؟ ويا ترى بطلنا هيقدر ان هو يوصل للجبل الضباب؟ وممكن يقدر يعمل ايه؟ وهل يا ترى بطلنا هيقدر ان هو يستعيد الجذور الروحيه بتاعته ولا لا؟ كل ده واكتر هنعرفه ان شاء الله لما تنزل حلقات جديده من الانمي ده. فعشان كده عزيزي المشاهد بقول لك تنزل تنضم على التليجرام عشان ما يكون في اي حاجه جديده هنزلها لكم قريب هتعرفها انت اول واحد. وما تنساش طبعا تعمل الاشتراك عشان نوصل 100,000 مشترك في اسرع وقت، وتفعل زر الجرس عشان اول ما ينزل اي حلقه جديده تشوفها انت اول واحد على طول. وباذن الله في انمي جامد جاي في الطريق، فما تنساش تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم عليه افضل الصلاه واتم التسليم، وتدعوا اخوانكم في غزه ان ربنا ينصرهم ويفك كربهم ويسدد رميهم. بس عزيزي وعزيزاتي المشاهدات عشان ما اطولش عليكم اكتر من كده، اشوفكم من الحلقات الجايه. سلام يا ابطال. سبيل الدموع سبيل مريح، تنهد يا صاحي كي تستريح.